السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن قاتل الفنانة وداد حمدي ظهر في فيلم الفنان محمد صبحي العميل رقم 13 بدور شاويش شرطة؟ حضرتك والدة الأستاذ شريف مهران؟ ايوه. في ايه؟ أصل الأستاذ عمل حادثة بالعربية ونقلوه المستشفى. القاتل اسمه متى باسيلوس وكان يعمل ريجيسير في السينما. لم يكن يعلم متى باسيلوس أن خصلة شعره التي تشبثت بها الفنانة وداد حمدي وعلقت في يدها أثناء محاولتها البائسة ومقاومته أثناء الإجهاز عليها ستكون هي الخيط المثالي الذي سيقود أجهزة الأمن للقبض عليه في أقل من 48 ساعة. ففي الأيام الأخيرة من شهر مارس عام 1994 تلقت الفنانة وداد حمدي البالغة من العمر 70 سنة في ذلك الوقت اتصالا هاتفيا من الريجيسير متى باسيلوس عرض عليها خلاله أداء دور في أحد المسلسلات التي تنتجه إحدى القنوات الفضائية، وعلى ذلك حددت موعدا للقائه. وفي الموعد المحدد توجه باسيلوس بعد أن اشترى قفازين وسكينتين إلى منزل الفنانة وداد حمدي في عمارة فينوس رقم 38 بشارع رمسيس، فاستقبلته وقدمت له مشروب بارد وسألته عن طبيعة المسلسل الذي يعرض عليها. فبدأ باسيلوس بسرد قصة وهمية عن طبيعة العمل ودورها فيه. حينما سألته عن المنتج والمؤلف أخبرها بأنهما ينتظران على أحد المقاهي وسيصعدون بعد قليل للاتفاق على كافة التفاصيل. بعدها طلب منها التوجه للحمام فسمحت له، وتوجهت وداد حمدي لغرفة نومها لإحضار فوطة له، وفوجئت به خلفها مشيرا سكينا في وجهها، فصمتت للحظات وتجمدت الدماء في عروقها وتوسلت إليه وطلبت منه الإبقاء على حياتها وعرضت عليه نقودها وساعة يدها، فرفض كل ذلك فقد قرر في نفسه التخلص منها حتى لا يبقى أثرا لجريمته، فسدد لها 35 طعنة نافذة في جسدها الهزيل فسقطت على الأرض غارقة في دمائها. بدأ المتهم العبث سريعا بمحتويات غرفتها فلم يعثر سوى على 270 جنيها بينما كانت علبة المجوهرات فارغة، فأغزى ما استطاع حمله وبدأ في إخفاء معالم جريمته، فغسل أكواب الليمون وقطع سلك الهاتف ونقل جثمان الضحية إلى سريرها وغطاها بالملابس ونزل سريعا ثم تخلص من السكين وباع بعضا من متعلقات الفنانة وظل يترقب بصمت ما ستفسر عنه الساعات القادمة. ولم يمر كثيرا من الوقت حتى اكتشفت ليلى شقيقة الفنانة وداد حمدي مقتلها حينما توجهت لزيارتها وظلت تطرق الباب ولكن دون إجابة، ففتحت الباب بمفتاح كانت أختها قد تركته معها اطمئنان عليها. وحينما دخلت الشقة كانت الصاعقة حين وجدت شقيقتها جثة هامدة ملقاة على سرير غرفة نومها. بدأ رجال المباحث رحلة البحث عن القاتل الغامض. أثناء بحثهم عثروا على خصلة من شعر رأس بين أصابع جثمان وداد حمدي وبصمة مجهولة في صالون منزلها. حصلت قائمة الاشتباه بين مسجل خطر من أقارب الضحية وبين ريجيسير متى باسيلوس باعتباره آخر من تواصل مع الضحية قبل مقتلها وكان هو الأقرب للاشتباه، ومن ثم بدأت رحلة البحث عنه. بعد رحلة طويلة من البحث نجحت أجهزة الأمن في القبض على باسيلوس والذي أنكر في البداية كل شيء، ولكن بعد مواجهته بما لدى الأمن من معلومات وبالبصمات وخصلة الشعر انهار واعترف بكافة التفاصيل وأنه كان مدينا لعدد من الأشخاص مما دفعه إلى التفكير في سرقة أحد الفنانين لسداد ديونه. ففكر أولا في الفنان أحمد زكي ولكن أمن الفندق منعوه من الصعود إليه، فتوجه إلى منزل الفنانة يسرى ولكن الطباخ الخاص بها أخبره بأنها غير موجودة، فهداه تفكيره للتوجه إلى الفنانة وداد حمدي حيث نفذ جريمته. وقد أحيل الريجيسير متى باسيلوس للمحاكمة والتي أصدرت حكمها بإعدامه بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام عليه في عام 1996. تحياتي.